دارية مغاربة انتبهوا وردوا بالكم، خصوصا المغاربة اللي كيسكنوا في هاد المناطق وهاد المدن اللي غنتعرفوا عليها الان في هاد الفيديو. يا ربي تلطف، يا ربي السلامة، يا ربي تحفظنا حنا المغاربة. قبل قليل ورداتنا هاد الاخبار العاجلة: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ردوا بالكم، حيث أصدرت قبل قليل الوكالة الوطنية للمياه والغابات وبشكل يومي بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية ابتداء من يوم السبت 19 غشت 2023 اللي هو قبل يومين إلى غاية يوم غد الثلاثاء. وحسب بلاغ للوكالة وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة: خطورة قصوى أي المستوى الأحمر في أقاليم طنجة، أصيلة، شفشاون، تاونات، تازة، وجدة أنقاد، أكادير، إدوتنان والصويرة. خطورة مرتفعة أي المستوى البرتقالي في أقاليم فحص أنجرة، تطوان، العرائش، وزان، الحسيمة، بركان، الناظور، دريوش، جرادة، صفرو، إفران، خنيفرة، خميسات، سيدي سليمان، تارودانت، تيزنيت. خطورة متوسطة أي المستوى الأصفر في أقاليم القنيطرة، الرباط، سلا، صخيرات، تمارة، الحوز، بني ملال، أزيلال، ثم شتوكة أي تباها، وإنزكان أي تملول. وأكدت الوكالة أنه يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها، وكذلك من طرف المصطافين والزوار، وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه لهذه الحرائق اللي ذكرناها الآن.